إخوان أخوات، مرحبا بكم. تستعد المملكة المغربية لاستقبال منخفض جوي نشيط يبدأ تأثيره اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، حيث أعلن المعهد الوطني للترصد الجوي عن دخول اضطرابات جوية واسعة تؤثر على مختلف جهات البلاد من الشمال إلى الجنوب. ويتوقع خبراء الطقس أن يجلب هذا المنخفض كتلا هوائية باردة ورطبة من المحيط الأطلسي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط أمطار قوية في الكثير من المدن، إضافة إلى رياح نشطة وأحيانا عواصف رعدية في عدة مناطق من البلاد. وكما أصدرت إخواني أخواتي مصالح الأرصاد الجوية تحذيرات وتنبؤات بأمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق، تتراوح ما بين 80 إلى 100 مليلتر، خصوصا بالمناطق الغربية والوسطى، مع احتمال تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر من قبل المواطنين ومستعملي الطرق. ومن المتوقع أيضا أن تستمر حالة الطقس المتقلب حتى بداية الأسبوع القادم، مع استمرار تساقط الأمطار والرياح القوية، خاصة في المناطق الساحلية والداخلية، مما يجعل هذا المنخفض حدثا جويا مهما يجب متابعة تطوراته بشكل مستمر. إخواني أخواتي، الخبراء ينصحون المواطنين بمتابعة نشرات الأخبار الجوية الرسمية واتباع تعليمات السلامة والتحذيرات، خاصة في المناطق التي تعرف أمطارا غزيرة، حفاظا على السلامة العامة.